السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يوم جديد ويوم سعيد عليكم بإذن الله. النهاردة هنعمل جولتنا من أمام شواطئ ميامي العام وكمان شواطئ فريسكا زي ما انتوا شايفين معانا في الفيديو. الأجواء ما زالت في اسكندرية برد. الجو صعب شوية، بس الاستمتاع بالبحر أكثر من رائع في الفترة ديت. احنا ما زلنا دلوقتي موجودين مع نوة الكرم. نوة الكرم المفروض كانت خلصت من 7 ايام فاتوا. النهاردة اليوم ال14 من نوة الكرم، وما زالت الاجواء زي ما هي شتوية. الجو فيه نسبة غيوم عالية طول النهار، وكمان بتشتي شتاء خفيف كده، بس في امطار موجودة معانا في الفترة ديت. نوة الكرم طولت معانا زيادة عن اللزوم السنة ديت، أول سنة يحصل معانا كده في النوات. احنا موجودين دلوقتي أمام ميامي العام. طبعا كلنا عارفين ان شاطئ ميامي العام سعر التذكرة فيه 5 جنيه فقط، شامل كرسي وترابيزة وشمسية. أي حد بيدخل عادي الشاطئ وبيطلب كرسي وترابيزة وشمسية وبيدفع 5 جنيه فقط للاستمتاع بجو البحر. طبعا ده شارع اسكندر ابراهيم، طبعا غني عن التعريف. كلنا عارفين او معظم المصيفين عارفين اسكندر ابراهيم. يليه او قبليه بالظبط الشارع خالد ابن الوليد. ده شاطئ ميامي العام، واللي قدام حضراتكم ديت جزيرة ميامي. طبعا المراكب اللي حضراتكم شايفينها دي كلها ممكن اي حد يستأجر مركب وينزل بيه في قلب البحر عادي بالساعة. بس نصيحة مني انا، لو اي حد جاي لصاحب المركب هيقول له مثلا ب150، لا قول له ب100 بس، وب80 كمان هيوافق، لان الاسعار كلها بتنزل تقريبا النص واكتر من النص كمان. حتى في ايجار الشقق بتنزل في فترة الشتاء عن الصيف. دي جزيرة ميامي. طبعا المناظر جميلة جدا، القعدة حلوة جدا، الناس كلها بتصطاد والجو تحفة، لكن برد شوية ونسبة الرياح بتكون عالية في الفترة دي. تعالوا استمتعوا بجو اسكندرية، هتعجبكم جدا ومش هتصرفوا كتير خالص. يلا انتظروني في جولات كتيرة جاية عن اسكندرية والأجواء الشتوية في اسكندرية. اشوفكم على